إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة نتمنى أن تنال إعجابكم. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل مشترك في قناتنا التي هي قناتكم، سواء كان مشتركا قديما أو جديدا. في حلقة اليوم إن شاء الله سنتناول موضوعا بات يأخذ زخما هذه الأيام في الوسائل الإعلامية، سواء كانت عربية أو مغربية. موضوع اليوم يتعلق بالعلاقات الجزائرية الفرنسية. هذه العلاقات التي عرفت طوال السنتين الأخيرتين مدا وجزرا، علاقات تاريخية تجمع بين البلدين. سنحاول في هذه الحلقة اكتشاف بعض الحقائق التي ربما لا يتم الإعلان عنها في كواليس هذه الأزمة القائمة بين البلدين. كما ترون، عودة إلى بيت الطاعة أم طلاق نهائي؟ نعم، لأن العلاقة الجزائرية الفرنسية هي في الحقيقة علاقة أم لابنتها، علاقة بدأت باستعمار، ثم أتت بعد ذلك الثورة، ثم الاستقلال، وهذا الأخير الذي فيه أكثر من علامات استفهام. بداية القصة وبداية ازدياد حدة التوتر في هذه الأزمة بدأ تحديدا منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قيامه بزيارة إلى المغرب. هذه الزيارة التي تمت ولله الحمد في جو ومناخ هادئين، زيارة حقق فيها المغرب مكتسبا جديدا في ملف الصحراء المغربية. تمت الزيارة وتم ذلك الاستقبال الذي يليق بالزيارة وما نتج عنها، وسارت الأمور على أحسن ما يرام، وكانت هناك فرحة كبيرة في الشارع المغربي وكذلك عند السلطة الحاكمة في المغرب. هذا الاستقبال طبعا كان مخصصا من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله. في هذه الزيارة صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البرلمان المغربي بأن حاضر ومستقبل الصحراء لن يكون إلا تحت السيادة المغربية. هذا التصريح لم يتقبله النظام الجزائري. هذا التصريح كان ضربة قاسية على النظام الجزائري، خصوصا وأنتم تعلمون أن هذا النظام قام بمشروع كبير، ودائما أسميه بمشروع ضخم، وهو مشروع تقسيم المملكة المغربية.
بعد هذا التصريح بدأ الإعلام الجزائري يقوم بهجوماته الإعلامية المعتادة وبالطريقة التي نعرفها جميعا، محاولة منه يعني إظهار أن فرنسا غير مسؤولة، وبأن فرنسا لا تحترم القوانين الدولية ولا قرارات مجلس الأمن الدولي. منذ ذلك الحين والإعلام الجزائري صباح مساء لا يتكلم إلا عن الخيانة الفرنسية للجزائر. مرت أيام وحاولت الجزائر بكل ما تملك الاتصال بمسؤولين أو بالمسؤولين الفرنسيين للتحاور معهم وإيجاد مخرج لهذه المعضلة، وحاولوا إغراءهم كذلك للتراجع عن هذا القرار، لكن فرنسا كانت متزنة وعاقلة ولم تغير موقفها، بل بقيت ثابتة على ما قالته في الرسالة التي أرسلها الرئيس الفرنسي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله السابقة. صبرت الجزائر صبر أيوب، لكنها في الأخير اتخذت قرارا تصعيديا، وفي الحقيقة بالنسبة لنا كمغاربة نعتبره قرارا عاديا، لأنه قرار يشبه باقي القرارات، سحب السفراء واستدعائهم وما إلى ذلك دون نتيجة، لأن في الأخير الجزائر دائما ما تعود إلى بيت الطاعة وتركع. إذن بعد ذلك قامت باستدعاء السفير الفرنسي. في هذا الوقت بالذات خرج الإعلام الجزائري يهلل وكأن الجزائر قامت بإنجاز كبير، ووصل الحد إلى أن بعض وسائل الإعلام تتحدث عن قوة وجبروت الجزائر، وبأن الجزائر تعطي إنذارا أخيرا لفرنسا، وكأنها هي من كانت يعني تستعمر هذه الدولة الفرنسية. في الجهة المقابلة نجد وحسب ما بلغنا من أخبار أن الجزائر تتوسل لفرنسا لكي تعيد علاقاتها من جديد. نعم، تتوسل وتطلب العودة إلى بيت الطاعة. لماذا؟ لأن الجزائر لا تريد يعني أن تعيش دون حماية الفرنسيين. لماذا؟ لأن النظام الجزائري هو في الحقيقة صنع فرنسي. نعم، صنع أو صناعة فرنسية جاءت بعد يعني الاستقلال بين قوسين، ودائما ما أتحفظ على كلمة استقلال الجزائر. تخيلوا معي ماذا سيقع إذا تخلت فرنسا بشكل نهائي عن النظام الجزائري. تخيلوا معي وأنتم تربطون هذا التخلي وهذا الطلاق بما جرى في الأسبوع الأخير من أحداث في سوريا، والتي تعرفونها أيضا سقوط هذا النظام، نظام حافظ الأسد. من دون شك أن الجزائر بدون فرنسا لا يمكنها الاستمرار
الجزائر بدون فرنسا يعني أن الجزائر ستعود إلى حجمها الطبيعي وإلى مساحتها الجغرافية الحقيقية. كما تعلمون إخواني المغاربة، أخواتي المغربيات، أن الجزائر معظم أراضيها هي أراضي مسروقة ومنزوعة من دول الجوار. لا ننسى الصحراء الشرقية. نعم، الصحراء الشرقية جزء لا يتجزأ من الحدود الحقة للمملكة المغربية، وجزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية. كذلك شأن تونس وليبيا وكل الدول المحيطة والتي لها حدود بالجزائر طبعا ستجد لديها نفس الموقف. اليوم ونحن نتحدث عن الأزمة الفرنسية الجزائرية، لابد علينا أن ندرك أن الجزائر بدأت تشعر بالخطر. نعم، بدأت تشعر بالخطر على مستوى النظام والحكم في هذه الدولة. لا يوجد خطر على الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري أصلا هو يريد التخلص من هذا النظام المستبد الذي ابتلع ثروة الجزائريين، ويعني قدم كل مداخيل الغاز كهدايا لكل دول المنطقة الإفريقية بغرض شراء ذممهم لمناصرتهم ضد المغرب وللدخول معهم كما قلت سابقا في مشروع تقسيم المملكة المغربية. إذن الحقيقة المرة التي لا يريد العقل الجزائري المستحمر، وأعتذر عن هذه الكلمة، أن يفهمه هو أن الجزائر تستغبي شعبها، وبأن الجزائر ليست تلك الدولة القوية، دولة لها سيادة ولها مواقف ولها وزن ولها. الحقيقة أن الجزائر هي دولة معزولة تماما عن العالم الواقعي. فعلا هي دولة تعيش في عالم آخر، عالم مليء بالأوهام، عالم مليء بالأكاذيب والتضليل. دولة يسيرها أو تسيرها مجموعة من العساكر الذين لا يعرفون شيئا عن السياسة ولا عن الدبلوماسية